السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشكلة بدأت أيام عالم المنتديات. لو حضراتكم الناس القديمة اللي كنتم متابعين منتديات الفي بولتن، كان عندي منتدى زمان اسمه عالم الزيرو. المنتدى ده أنا كنت شغال عليه لوحدي. المنتدى ده بفضل الله كان بينافس منتديات كبيرة جدا، منتديات زي DVD العربي والمنتديات دي. المنتدى كان فيه أقسام للبرامج والألعاب والأفلام والنغمات وكل حاجة تتخيلوها. كان عندي مشكلة، والمشكلة دي قعدت معايا فترة طويلة، ولما المشكلة دي اتعالجت حياتي اتغيرت تماما. هقول لك على المشكلة عشان متأكد ان هي موجودة في ناس كتير، وهقول لك بعد ما اتعالجت حياتي بقت عاملة ازاي. المشكلة هي عدم اقتناعك بان ممكن حد يعمل حاجة زيك او افضل منك كمان. انا كنت بعمل كل حاجه حرفيا لوحدي في المنتدى، يعني برمجه، تصميم، تنزيل بوستات في المنتدى، كل قسم كمان كنت انا بنزل فيه البوستات، ولو حد نزل بوست كنت براجعها واعدلها على حسب مزاجي، وفي بوستات كانت لازم اعمل ابروف عليها عشان تنزل، وما كنتش راضي عن اي بوست غير البوست اللي انا بعملها بس. كنت طبعا مشترك في منتديات تانية كتير، وكنت مشرف في المنتديات دي، وبرضه بنزل بوستات في نفس المنتديات دي. اسمها مشكله. ليه اسمها مشكله؟ يعني ايه المشكله لما تعمل كل حاجه ما دام انت شايف ان انت اجمد واحد؟ هي دي المشكله، ان انت مش اجمد واحد. طيب، عايز اقول لك انه ناس كتير جدا عندها المشكله دي في جميع مجالات الحياه، مش بس كان ايام المنتديات. في ناس شغاله في مجال البرمجه ما بيقتنعش بكود حد تاني. في ناس شغاله في مجال الكتابه ما بيقتنعش ان حد تاني ممكن يكتب زيه. مش هقول لك احسن منه، زيه، بس مش مقتنع بده. طيب، بعد ما انا استمريت فتره على الوضع ده، ما كنتش موافق ابدا ان في حد ممكن يعمل حاجه زيي. لاحظ، مش هقول لك احسن مني. لحد ما جه واحد اسمه احمد النور. كتبت عنه على فكره كام بوست على الفيسبوك فتره، واكتشفت ان احمد النور لسه متابعني ولسه بيشوف البوستات كمان. بس انا هتكلم تاني عنه عشان هو دلوقتي يعني قصته في صميم المشكله. احمد نور كان بيعمل بوستات ساعتها عن الانمي، بينزل بوستات عن الانمي، وكان بينزل حلقات انمي ساعتها يمكن قبل موقع DVD العربي نفسه. مش دي المشكله. المشكله ان احمد كان بينسق البوستات بطريقه عبقريه. انا اللي كنت فاهم ان انا جامد وكنت بعمل البوست بافضل ما يكون، احمد كان اجمد مني بكتير. كان بيخلي كل فقره كده والفقره اللي بعدها بينهم فاصل ده صوره جرافيك كده انيميتد وحاجات محترمه قوي. انا ما كانش بيجي على بالي الافكار دي. يعني انا اللي كنت شايف نفسي جامد ومش شايف حد بيكتب زيي، لا، لقيت واحد افضل مني. في الفترة دي أنا اتعلمت الدرس وعرفت إن في ناس أفضل منك، وفي ناس لو سبت لهم الشغل اللي هم المفروض يقوموا بيه هيعملوه أحسن منك، وهيسيبوا لك الوقت اللي يخليك تعمل الحاجة اللي أنت متخصص فيها. ودي حاجة مهمة جدا، موضوع إن حد ينوب عنك في شغل. طيب، المشكلة دي ما اتحلتش معايا أو ما اتعالجتش في الفترة دي، المشكلة دي فضلت معايا فترة. طيب، المشكلة دي جات لي بسبب إن أنا مثلا كنت مغرور أو حاجة؟ لا. للاسف المشكله دي ساعات بتجيلنا من ان احنا بنقابل فئه كبيره جدا من الناس ما بتعملش الشغل باحترافيه، فانت بتلاقي نفسك واثق في نفسك زياده عن اللزوم وحاسس انك مش هتلاقي حد يعني يعمل الشغل زيك، لحد ما تقع في واحد زي احمد النور ده مثلا كده في مجالك يثبت لك ان انت غلط. طب لو معظم الناس اللي بنقابلهم زي احمد كده، ايه اللي هيحصل؟ اعتقد ان انت مستحيل يجيلك الاحساس ده، وهتلاقي نفسك معتمد على اللي حواليك على طول. طيب، جينا في العصر اللي احنا فيه ده والايام اللي احنا فيها دي تحديدا، وبدات ان انا ادي لكل واحد الشغل اللي ينفع يعمله. خليني اقول لك ان انا في قناه الزيرو ويب سكول من اول ما القناه فتحت لحد فتره قريبه جدا، يعني من الاخر لحد ما وصلت المليون مشترك، وده رقم محدش وصله في القنوات الخاصه بتعليم البرمجه، يعني متخصصه في تعليم البرمجه بس في الوطن العربي طبعا. فدي حاجه اللهم لك الحمد، انا بشكر ربنا عليه. لما كان حد بيجي يكلمني يقول لي انت اكيد معاك فريق جامد، قلت له اه فريق جامد قوي، بس ما فيهوش حد، مفيش غير انا اللي شغال. دي كانت المشكله اهي، نفس المشكله. مش شرط بقى عدم اقتناعي بان حد يعمل حاجه والكلام ده، لا، بس ما زالت عندي المشكله موجوده. كل حاجه بعملها بايدي حرفيا، بسجل الفيديوهات انا اللي بعمل لها ريندر وابلود، انا اللي بعمل الصوره الثامنيل بتاعت الفيديو، انا اللي بخلص تصاميم الجرافيك كلها، ايقونات او اي حاجه، كل حاجه في الموقع من ديفلوبمنت وانهانسمنت تحديثات كله انا اللي بعملها. مفيش حد بيعمل اي حاجه معايا، حجز استضافه، دومين، تجديد، كل ما تتخيله انا اللي بعمله. برد على الناس في الجروب، ماسك ادمن جروب، ماسك الايميل يوم بيوم، بشوف الحاجات اللي فيه برد عليها. تخيل كل الشغل ده بيعمله شخص واحد. الحمد لله ما قصرتش ووصلت المليون مشترك بفضل الله. بس انا هسيبك تتخيل لو كل حاجه من دول كان بيعملها شخص لوحده متخصص في الحاجه دي. خليني بقى اقول لك حل المشكله. انا قلت لك على المشكله وهديك بقى حل المشكله. حل المشكله الحقيقه انت هتشوفه في القناه بتاعتنا دي اللي هي الزيرو تيوب، مش قناه الزيرو ويب سكول. اول ما جه واحد يتطوع
ويعمل تصميمات للقناه بعد ما انا كنت برفع الفيديو زي ما هو، بخلص الفيديو ابلود وشكرا. الناس بتقول لي الحمد لله الفيديو جميل، الفيديو فيه كلام كويس، بس ما كانش بيوصل لحد، مفيش ثامنيل شكلها محترم، مفيش ناس بتقلب وراك ويقول لك انت محتاج تعدل ايه وتعمل ايه. تعال شوف بقى لما الموضوع دخل فيه تيم، لما بدات تسيب الحاجه على الناس، بدات اقول للواحد الجرافيك ده قصتك، لدرجه ان انا حذفت الفوتوشوب من جهازي. في اكتر من كده؟ بعد كده الحقيقه رجعته عشان في حاجات عبيطه كده انا بحتاجها، بس انا كنت حذفه عن ثقه، ده مش محتاجه فعلا، ودلوقتي فعلا مش محتاجه. حاجه بسيطه جدا بعملها بالفوتوشوب، فمش عايز اروح لبرامج تاني، لكن حتى الحاجه دي ممكن اخليه هو يعمل. خلاص خلصنا من الجرافيك، رحت رايح لواحد خليته يمسك الادمن بتاع جروب الزيرو، مسك الادمن وحط ادمنز تحتيه او مودريتورز تحتيه، عمل مانج للدنيا كلها، ظبط الاداء بشكل محترم. ده طبعا صديقي واخويا محمد زكي. اديت له ادمن على صفحه الزيرو تيوب اللي هي الصفحه بتاعه القناه بتاعتنا، مسك الصفحه ظبطها، ظبط الصور بتاعتها، ظبط الادمنز الموجودين، بدا ينزل بوستات، خد الفيديو من على القناه نزله وعمل له ابلود تاني على الفيسبوك وراح نشره. عايز اقول لك ان انا كل الحاجات دي كانت في بالي عباره عن تكست بس، يعني احتمال اعملها في يوم من الايام. عارف ليه انت ما عملتهاش؟ عشان انت عندك مليون تاسك تاني المفروض تعمله. هو خد الحاجه راح عاملها فورا، فانا شلت من دماغي خالص الجروب، لدرجه ان انا ممكن اعمل ليف جروب، انا ممكن اطلع من الجروب بتاع الفيسبوك اصلا مش عايزه. الناس خلاص مسكت الجروب، عملوا مانج ليه والحمد لله ظبطوا الاداء جدا. عايز اقول لك ان كان في 4000 بوست، 4000 بوست محتاجين يتعمل لهم ابروف. الناس دي كلهم دخلوا فرموا الجروب، ظبطوا الدنيا، وخلاص البوستات ما بقتش بتقعد. في حوالي 15 ادمن، انتوا متخيلين؟ فلو حد نزل بوست ان شاء الله يعني في خلال دقيقه دقيقتين تلاقي حد منهم موجود يابروف البوست. كل ده انت كنت بتعمله، بس مستحيل يكون بنفس الطريقه دي. الناس خدت عني شغل، شيلته من دماغي خالص. بدات دلوقتي كان عندي حساب على التليجرام برضو، بدخل كل فين وفين اتابع الرسائل اللي عليه، وفي ناس كانت بتزعل، كان بيجي لي شغل برد عليه بعد 10 ايام. تخيل شغل جاي لك ممكن يبقى فيه فلوس حلوه، او على الاقل تسلمه للناس يعملوه، انا وقفت شغل خالص. بعد 10 ايام انا بتكسف ارد على الناس، لانه ما ينفعش ازاي تتاخر 10 ايام كاملين عن حد باعت لك. سلمت التليجرام لناس معايا في التيم، خلص الموضوع. عايز اقول لك اني بدخل ما بلاقيش رسائل، خلاص الرساله بتيجي نص ساعه ماكسيمم ساعه من الحاجات الجديده، ولسه طبعا بنسق معاهم بيترد عليها. الرسائل القديمه سابوها عشان انا اللي هتصرف فيها، بس الجديد على طول بيردوا. الفكره هنا فين؟ الفكره هنا ان انت خليت حد ينوب عنك في الشغل. لو قضيت بقى حياتك كده سبت لكل حد متخصص الشغل بتاعه، ومسكت شغلك انت الرئيسي ان انت تعمل كونتنت كريشن او تكريت كونتنت، هتلاقي نفسك ابدعت. الوقت اللي انت كنت بتضيعه في الجرافيك وفي الرد على الايميلات وفي الرد على الرسائل في الجروب وفي الرد على بوستات الجروب، كل ده بقى موفر او بقى موجود ليك، حضرتك تاخد الوقت ده كله تطلع فيه محتوى. طيب ايه النتيجة المترتبة على الكلام ده كله؟ النتيجة المترتبة ان انا يوميا بقيت بنزل فيديوهات في قناة الزيرو ويب سكول، وكل يوم او يومين بنزل فيديو في قناة الزيرو تيوب، وماشي بباترن محترم، الدنيا ماشية زي الفل، مش حاسس ابدا ابدا بضغط. فكرة انك تعمل كل حاجة لوحدك مش اي حد يعملها، ولو حصل وعملتها وبقيت راجل تنين وتقدر تعمل كل الشغل ده، احب اقولك ان في النهاية مش هتقدر توفر الوقت للشغل ده كله. يعني الموضوع يا شباب مش موضوع ان انت تقدر او لا، حتى لو تقدر لازم توزع الشغل ده على الناس اللي معاك او على الناس اللي تقوم بيه، علشان خاطر يتبقى لك وقت تعمل فيه الحاجة اللي انت متخصص فيها. شكرا يا شباب.